في لحظة بتيجي لكل واحد فينا كل يوم 22 23 في الشهر على حسب اللحظة بتيجي امتى، بس غالبا في آخر أسبوع من كل شهر. وبنفتح المحفظة بتاعتنا أو تطبيق البنك على الموبايل، وكلنا بنحسب نفس الحسبة، كلنا بلا استثناء. أنا معايا كام باقي لي لحد آخر الشهر، وباقي كام يوم لحد آخر الشهر. وبعدين بتفتكر زميلك في الشغل اللي بياخد نفس مرتبك بالمليم ونفس المسمى الوظيفي ونفس المكتب، وبتشوفه كل يوم وشكم في وش بعض، ومع ذلك هو مرتاح ومبسوط وبيتعامل مع الفلوس، وبيجي اخر الشهر ولا متوتر ولا متضايق ولا بيلف حوالين نفسه زي ما معظمنا بيعمل. وبعدين بنسأل نفسنا نفس السؤال اللي واجعنا كلنا: هو احنا بنصرف في ايه؟ بتسأل نفسك السؤال ده اللي مش لاقيين له حل. من سنين وشغلتي الأساسية في الحسابات إن أنا أبص جوه الأرقام الحقيقية بتاعت الناس، الإيرادات بتاعتهم، المصروفات، المدخرات، الديون، الالتزامات. كل الكلام ده مش نظريات من كتاب ولكن من دفاتر حقيقية. وهقول لك حاجة صعبة قبل ما نبدأ: انت لو ما فهمتش الفرق اللي انا هقوله لك في الفيديو ده، انت هتيجي السنة الجاية وتقف نفس الوقفة قدام نفس التطبيق وتسأل نفس السؤال، بس الاسعار هتكون زادت وحسابك انت لا. طيب وليه دلوقتي بالذات؟ لان زمان اللي كان بيصرف من غير نظام كان بيتعاقب على مهله، وانما دلوقتي مع الاسعار اللي بتجري فالغلطه نفسها العقاب بتاعها بيكون مضاعف. النهارده هنفتح دفتر المحاسب على حالتين من الواقع بتاعنا، نفس المرتب ولكن نتيجتين عكس بعض تماما، وهنطلع بثلاث فروقات. الفرق الثالث هو اللي فعلا محدش بيتكلم عنه، واللي فعلا هو اللي بيفرق. خليني اعرفك على اتنين: الاول الاستاذ احمد والاستاذ ابراهيم. طبعا الاسامي متغيره وتفاصيل كمان متغيره، لان دي حاجه انا بعملها في كل حكايه بحكيها على القناه، لكن الارقام حقيقيه. الاستاذ احمد والاستاذ ابراهيم نفس السن تقريبا، نفس المسمى الوظيفي في نفس الشركه ونفس المكتب، وتقريبا نفس المرتب، مفيش اي فرق، ويمكن كمان اتعينوا مع بعض. ولكن ملف الاستاذ احمد الرصيد بتاعه بيزيد شهر بعد شهر، يمكن زيادة صغيرة جدا ولكن السهم طالع لفوق. لكن ملف الأستاذ إبراهيم على الناحية التانية قبل يوم 20 في الشهر بيكون مقدم على سلفة جديدة، بيكون مقدم على قسط جديد، ودايما الخط والرصيد بتاعه نازل لتحت. أول ما بصيت في الملفين افتكرت اللي كلنا هنفتكره: أكيد الأستاذ إبراهيم ده راجل مسرف وبيصرف فلوسه على كماليات ورفاهيات ملهاش أي لازمة في حياته، ومش باصص كمان لحاجاته الأساسية. ولكن أنت غلطان يا صديقي، وأنا كمان كنت غلطان، لان انا افتكرت نفس اللي انت افتكرته بالظبط. الاستاذ ابراهيم مش بيصرف على اي رفاهيات ولكن بيصرف على الاساسيات. ولكن الفرق الاول ما بين الاستاذ احمد والاستاذ ابراهيم ان الاستاذ ابراهيم كان الشهر بتاعه بيخلص من قبل ما يبتدي، وده الفرق الكبير جدا اللي محدش بيبص عليه. كان الاستاذ ابراهيم بمجرد ما ياخد المرتب بتاعه كان بيسدد الالتزامات اللي عليه، الاقساط اللي عليه، الحاجات الاساسيه اللي عليه اللي واخده 80% من مرتبه، وده كان بيخلص قبل اول يوم ما ينتهي في الشهر. بمجرد ما المرتب ينزل 80% من المرتب راح على الالتزامات الاساسيه والمصاريف الاساسيه بتاعت الاستاذ ابراهيم. اما الاستاذ احمد فالفرق اللي عنده ان هو كانت التزاماته تحت النص، تحت 50% من قيمه مرتبه، ومع ذلك ابراهيم ما كانش بيصرف على حاجات رفاهيات ولا شيء، والاعتقاد اللي احنا اعتقدناه كان خطأ 100%. ده كان بيصرف على التزامات. ولكن ليه كان بيعاني في حين ان برضه الاستاذ احمد كان عنده التزامات ولكن التزاماته كانت اقل نسبيا من قيمه المرتب اللي هو بياخده؟ ده كانت التزاماته 80% وده كانت التزاماته اقل من 50% من قيمه المرتب. الخلاصه بتاعت اول فرق ما بين الحالتين نقدر نقول كده في جمله واحده بس: اللي دايما مفلس مش اللي بيصرف كتير ولكن اللي بيلتزم اكتر. اللي التزاماته اكتر من التاني هو اللي دايما بيبقى مفلس. هتيجي تقول لي: طب ما الخلاصه خلاص عرفنا بقى كده ان احنا نقلل الالتزامات بتاعتنا عشان خاطر نقدر نوفر فلوس اكتر ويبقى عندنا حريه، او حتى يبقى عندنا مجال ان احنا نبقى مرتاحين في حياتنا الماليه. هقول لك اصبر للفرق الثاني لانه بيقلب الحكايه كلها. الفرق الثاني ما بين حاله الاستاذ احمد والاستاذ ابراهيم ما كانتش في المصاريف الاساسيه خالص ولا حتى الالتزامات الاساسيه. كل الناس تقريبا عندها نفس الالتزامات، نفس الاساسيات، يمكن تزيد شويه تقل شويه، ولكن الحسابات كلها معروفه: انا بصرف على ايه وانت كمان بتصرف على ايه، انا بصرف على اكل وانت بتصرف على اكل. ولكن الاستاذ ابراهيم كان بيدفع للناس حاجتها الاول، كان بيسدد للسوبر ماركت، كان بيسدد لشركات الكهرباء والميه والغاز، كان بيسدد للصيدليه، كان بيسدد الاقساط اللي عليه، ولو فضل حاجه اخر الشهر يمكن يحوش، وطبعا عمره ما بيتبقى له اي حاجه اخر الشهر. انما الاستاذ احمد عمل حاجه بسيطه جدا جدا: ان هو يوم واحد في الشهر قبل ما ايده تلمس الفلوس كان بيحدد مبلغ ثابت بيتحول اوتوماتيك على حساب تاني خالص، ما كانش بيجي جنبه خالص، وكان بيدفع لنفسه الاول.
هو كان بيدفع لنفسه الأول، مش بيدفع للالتزامات بتاعته الأول زي الأستاذ إبراهيم، وده الفرق التاني. طبعًا الأستاذ أحمد مش هنقول إن هو أقوى إرادة من الأستاذ إبراهيم، ولكن هنا أحمد وإبراهيم العامل المشترك هو الإرادة، إن أحمد شال الإرادة من الحسبة كلها، شال الإرادة من المعادلة كلها، والأستاذ إبراهيم اتبع حكاية الإرادة واللي مش قادر أساسًا يتحكم فيها لأن الالتزامات أقوى منه ومن الإرادة بتاعته. الادخار اللي بيستنى قرار منك كل أول شهر ده صدقني بيموت ومش بيكمل. ونطلع من الجزئية دي بالفرق رقم 2، وهو اللي بيدفع لنفسه الأول دايمًا بيكسب، حتى لو كان مرتبه قليل. وإثبات صغير كده من الدفاتر، كان في موظفة مرتبها أقل من زمايلها بكتير جدًا، ولكن بعد سنة ما شاء الله كان عندها مبلغ لا بأس به في البنك، قدرت تشتري حاجات هي كانت مخططة ليها. مش عبقرية مالية ولا حاجة، ولكن مجرد الترتيب متضبط من بدري شوية. وتخيل معايا إحساس بسيط جدًا يوم 22 في الشهر والّا يوم 23 وأنت مش قلقان تفتح التطبيق، مش عشان خاطر بقيت غني، ولكن عشان خاطر إن أنت عارف في مبلغ معين في حساب معين اتثبت كل شهر وموجود كل شهر هناك. ودي مش رفاهية الأغنياء، ولكن هو ده التغيير اللي لازم يحصل. لو حاسس إن الكلام ده بيوصف فعلًا حياتك المالية، فالسلسلة دي كلها ليك أنت. السلسلة دي اسمها دفتر المحاسب. كل أسبوع بنطلع ملف من الدفتر ونحكي فيه، نطبقه على حياتنا العملية ونطلع منه بقاعدة. واشترك في القناة عشان خاطر تعرف الملف اللي جاي. كده فاضل الفرق رقم 3 اللي قلت لك عليه في أول الفيديو، واللي فعلا محدش بيتكلم عنه، وهو الفرق بتاع ردة الفعل. في سنة من السنين الشركة صرفت مكافأة استثنائية للأستاذ أحمد والأستاذ إبراهيم نفس المبلغ، ولكن تعالى شوف بقى الأستاذ إبراهيم صرف المكافأة دي في قد إيه وعلى إيه. صرفها في خلال 3 أسابيع وعلى حاجات هو أصلا مش فاكرها ولا عارف حتى الحاجات دي اتصرفت في إيه، ولا حتى لاقي الحاجة اللي صرفها فيها اللي يقول مثلا أنا اشتريت الحاجة دي. فكانت تسريبات في حاجات كتيرة جدا. ولكن تعالى بقى على الجنب التاني بتاع الأستاذ أحمد، هتلاقي إن بمجرد ما عرف إن في مكافأة جاية له، الفلوس اتقسمت على الورق واتقسمت على الحسابات من قبل ما يستلم الفلوس. قسم الفلوس على الاقساط اللي هيسددها بدري، قسم الفلوس على الجزء اللي بيحوشه في المبلغ الحساب الاوتوماتيك اللي بيتحول ده، راح جاي اودع فيه مبلغ معين، وبعد كده حدد باقي المبلغ ان هو يصرف منه براحته. وهنا فهمت الحاجه اللي غيرت نظرتي، ويمكن كمان هسالك انت كمان نفس السؤال ده. تفتكر الاستاذ ابراهيم لو مرتبه زاد بكره الصبح الضعف، الدبل كده، تفتكر بعد سنه من النهارده هيكون في نفس المكان؟ المشكلة مش في حجم النهر، ولكن المشكلة في مجرى النهر. الفلوس بتاخد نفس شكل النظام اللي بتقع فيه. والوجع الحقيقي مش النهارده، الوجع الحقيقي بعد 5 سنين من النهارده لما تيجي تبص لورا وتلاقي ان عدى على ايدك مبلغ محترم جدا في المجموع، ولكن ما تبقاش منه حاجة. مش عشان خاطر انت ما كسبتش، ولكن عشان خاطر ما كانش فيه مجرى للنهر، ما كانش فيه نظام. والعكس بيحصل اسرع مما تتوقع. بمجرد ما تلتزم شهرين بس بالنظام اللي قلت لك عليه ده، هتلاقي نفسك هديت اكتر، وهتلاقي نفسك بتتكلم على الفلوس بشكل مختلف تماما. مش متوتر ان اخر الشهر بيقرب، ولا حتى بتدور على سلف او حد تستلف منه، ولا حتى اقساط عشان تجيب احتياجاتك الاساسيه. وهتلاقي نفسك في راحه. مش بقيت غني، ولكن انت بقيت صاحب نظام. التغيير ده تغيير جذري في حياتك الماليه. انا لما جيت طبقته على نفسي، لان انا كنت فعلا واقع في نفس الوقعه دي، ولكن لما جيت بس التزمت شهرين 3، الحياة اختلفت تماما، ونظرتي كمان للفلوس اختلفت. خد بالك من الفروقات الثلاثة. وفي آخر الفيديو أنا عايزك تعمل حاجة واحدة بس النهاردة. الليلة دي تجيب ورقة وقلم وتكتب كل التزاماتك الأساسية، كل الاحتياجات الأساسية، كل الفواتير اللي عليك شهريا، كل الإيجار، كل الالتزامات الأساسية بشكل عام، وتعمل المجموع بتاعها، وتاخد المجموع ده تقسمه على المرتب بتاعك فعلا، وتشوف النسبة كام. لو النسبة طلعت 50% أو أقل، يبقى أنت كده يا صديقي ماشي في السليم وما شاء الله عليك، استمر. وخد بالك دايما وعينك دايما على النسبة دي، عشان لو حصل أي تغيير وارتفاع مفاجئ للالتزامات الأساسية أو النسبة الأساسية بتاعت كل شهر من مرتبك. أما بقى لو طلعت النسبة دي 80% فيما فوق، فأنت كده لازم واقفة مع نفسك، ولازم تعمل اللي انا قلت لك عليه ده، لان النسبه دي هي اصدق جمله او اصدق رقم في وضعك المالي، وهو اللي بيحدد فعلا طلوع الترند بتاعك او الخط بتاعك ماليا، او نزول الارصده بتاعتك، ولا قدر الله
توصل إنك تعيش بالسالب، تعيش بالسالب يعني تحت الصفر، يعني عليك ديون ومش عارف تتخلص منها. افتكر وقفة يوم 22 اللي بدأنا بيها، لأن الهدف من القناة إن الوقفة دي تتغير، الوقفة دي تتلغى، مش بمرتب أكبر ولكن بمجرى مظبوط وبنظام محكم، النظام اللي احنا هنطبقه مع بعض عشان خاطر حياتنا المالية تتحسن. والفيديو اللي جاي هنفتح دفتر المحاسب وهطلع لك حالة برضو من أخطر الحالات اللي ممكن تبوظ وتدمر حياة مالية لناس شاطرين جدا. اشترك في القناة وفعل التنبيهات عشان تعرف الملف اللي جاي.